مالية السوق والكيلو بتاعها ب15 جنيه. يلا بينا بقى مع الجوافة، الراعي الرسمي لنا في رمضان. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل احلى تخزين للجوافة. ما نقولش بقى دي مش حلوة، لا دي مش عارفة ايه، لا حلوة خالص. في منها الكبير وفي منها الصغير، طبعا انا جايباها ب15 جنيه علشان المقاس بتاعها مش قد بعضه، ولا فيها واحدة ضربة ولا فيها واحدة حمضانة ولا اي حاجة. كانت حلوة ما فيهاش اي حاجة، بس هي كانت تحس ان هي ايه، جامدة شوية. في منها الجامدة شوية وفي منها الناعمة شوية. فانا جبت شوية منها، قلت ب15 جنيه مش فلوس، حتى اداني نهاريها 4 كيلو كانوا ب60 جنيه. فما شاء الله عملوا لي شوية اكياس حلوين قوي. جبت الجوافة غسلتها كويس جدا في تحت الحنفية، وابتديت ان انا اجيبها واشيل منها الزقم اللي فوق ده، اللي هي الحتة اللي فوق السمرة دي والحتة المقعدة اللي تحت. واي حاجة في الجناب كده سمرة من الزرعة ولا حاجة بنبتدي ان احنا نشيلها. وهقطعها مع بعض مكعبات زي ما حضراتكم شايفين كده. وليه نجلاء؟ طب ما تعينيها بحالها في قلب الفريزر. هقولك، ممكن تعينيها بحالها في قلب الفريزر ومش هيجرى لها اي حاجة، ولا هتغمق ولا هتسود ولا هيجرى لها اي حاجة. زي ما احنا هنعمل دي، هتبقى من السنة للسنة ولا هتسود ولا هيجرى لها اي حاجة. واظن انتوا شفتوني في فيديوهات بتاعة رمضان، دايما بعمل جوافة بتبقى بسم الله ما شاء الله حلوة جدا، سواء بالليمون، سواء أو بكريم شانتيه او بالحليب، ايا كان. انا عملتها ليه كده؟ علشان انا مثلا لو انا جالي ضيف فجأة، او انا مثلا محتاجاها بسرعة، هطلع على طول احط الكيس المكعبات ده في قلب المية المتلجة وفي قلب الحليب، هعمل احلى عصير. انما لو بحالها هتقعد لها يجي ساعة بقى، ولو في الشتاء هتقعد لها يجي ساعتين 3 عبال ما تفك. الجوافية بحالها كده كبيرة كده زي ما هي، هتقعد وقت طويل عبال ما تفك. طب وليه؟ ده احنا بنسهل على نفسنا وبنسهل على بعضنا. هقطع كل الكمية زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت، ونبتدي ان احنا نشوف بقى هنعملها ازاي. طيب بتسود منك الجوافة؟ مش هتسود منك خالص المرة دي. بتبقى لازقة في بعضها ومكلتمة في بعضها وماسكة حتة واحدة في بعضها، لا هتكلتم ولا يجرى لها اي حاجة. اول حاجة هنحطها، اول حاجة هتحطي ايه بقى؟ شوية عصير ليمون، مش واحدة ولا 2. يعني احنا مثلا جايبين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلوا على الحبيب. جايبين مثلا 6 كيلو جوافة، هحط عليهم ليمونة. خلي يا شيخة كل نص كيلو عليه نص ليموناية أو ليموناية. لو انت بتعملي عصير في الخلاط وهتحطي جوافتين، هتحطي عليهم ليموناية. فاحنا هنحط بقى بتاع 4 5 6 ليمونات كده حلوين، وهحط معاهم القشر بتاعهم. ممكن تقطعي القشر ايه قطع صغيرة كده، عشان لو جينا نعمل عصير بعد كده والليمون مش متاح، اهي منها فيها ليمونها وحاجتها. حطيت كوباية من السكر، كوباية بحالها من السكر، تمام. وقلب كويس قوي، قلبتها كويس قوي. مش عايزة اقولك بقى ريحتها حلوة خالص، وهتفضل معاكي فله شمعة منورة كده، بيضة لآخر كيس انت بتاخديه. الأكياس دي أكياس عادية خالص بتاعت التخزين بتاعتنا بتاع الفريزر، ومش هقفلها. أنا ببتدي بقى أعمل دول أول شوية، أنا قطعتهم قلت أعمل شوية بشوية. طبعا الطبق نضيف، مفهوش أي إضافات غامقة، مفهوش أي بقع من جوافة أو أي حاجة. الجوافة زي الفل يا جماعة. وابتدي ان انا اعبيها زي ما حضراتكم شايفين كده. عبيتها كلها في الاكياس على قد شفشق الخلاط او على قد عدد الافراد. انا سايبه الاكياس مفتوحه علشان الكميه تبقى على قد ما اقدر، الاكياس كلها قد بعضها. او تعبي مثلا ببوله او بكوبايه. بتبتدي ان انت تفردي الكيس، وبلاش تكوريه تعملي الكور الاكياس الكور، لا. لما بيبقى مفرود كده بيبقى سهل بعد ما يتفرزن او يتجمد ان انت تقطعي منه اي قطعه كده، تتقطع على طول معاكي وتعملي منها العصير، ما يغيبش على طول. بفرح قوي لما يكون عندي اي عصير عندي في التلاجة، سواء فراولة، سواء برتقان بالجزر، سواء جوافة، سواء مانجا، بينفع جدا. ربنا يجعل الخير في بيتي وبيوتكم، قولي امين.